إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المؤمنون، فيقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر الصوام ويا إخوة الإسلام، اتقوا الله وراقبوه على الدوام، فإنكم في شهر الفضائل والإنعام. أيامه فضلت على سائر الأيام، وشهره هو غرة وجه العام، وإنه لبعد غد سيبدأ في الدخول والانصرام. فخصوه معاشر الصوام، خصوه بمزيد البذل والجهد والوثوب والإقدام، فإن غاية الصيام ومنتهى شأو المقام في فرضه على المكلفين من الأنام هي تحقيق التقى، لا بالإمساك عن الشراب والطعام، ولكن أصل الصيام هو القيام على الجوارح وجمعها بإحكام عن أن تفعل الآثام أو تلقي الإجرام. كما أن غاية التمام وبلوغ المرام لحقيقة الصيام هي تطهير القلب من حب الركام والحطام، وإمساكه من خطامه والزمام عن أن يهش إلى فعل الحرام. فتلكم هي حقيقة الصيام معاشر الصوام ويا إخوة الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد: الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيادي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال سبحانه عن غاية فرض الصيام: لعلكم تتقون. فالتقوى معاشر الصوام هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك التي تهجس في البال. فالتقوى هي غاية تصبو إليها أرواح المؤمنين وتهفو إليها نفوس الصالحين المخبتين. فالصوم سبيل وظهر يمتطى لتحقيق التقى وإكمال كيان الصيام، لقوله سبحانه: لعلكم تتقون. كل ذلك في عز هذا الشهر معاشر الصوام، إنه رمضان سارع الخشية وحاصدها. فالتقوى تكون بصيام رمضان، ورمضان لا يكون إلا بالتقى والهدى، فهما قرينان لا ينفصلان ولا ينفصمان. فرمضان هو من أعظم مواسم التقى، والصيام مسلك من مسالكها. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه
أن الصيام جنة، أي وقاية كوقاية الترس والمجن، فهو يقي أصحابه الفحش والمحرمات. وقد علل الله الصيام بالتقى بعد فرضه بقوله لعلكم تتقون. فمن أجل حكم الصيام الحصول على تقوى خالق الأنام. ولكن معاشر الصائمين، هل فهم المسلمون هذا المعنى من الصيام؟ إن كثيرا من الناس هذه الأيام مع كل الأسف البالغ والأسى الحارق لم يفهموا منه إلا الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، ولكنهم عن كثير من الشهوات لم أمسكوا عما أحله الله لهم، لكنهم أفطروا على ما حرم الله عليهم. فأي معنى لهذا الصيام وأي تقوى تنال به؟ فإن كثيرا منا اليوم يجمع حسنات كثيرة من ذكر وقرآن وصلاة وقيام وصدقة وإحسان، فما يبرح إلا حينا من اليوم حتى ينفق ما جمع من حسنات ويستزيد عليها سيئات وخطيئات، وذلك حين تغرب الشمس ذلك اليوم الذي صام وتنقضي تراويحه وينطلق في ميادين الشهوات مع جلساء السوء وأهل الفراغ. وقد رأيتم بأعين رؤوسكم إلى الملاهي والمقاهي كم هي حافلة وزاخرة بربابها ومفلسيها، منكبون على ما يرضيهم إذا ما وقفوا أمام باريهم، وبعضهم لا يصبر إلى الغروب بل يأتي الذنوب ويعصي علام الغيوب جهارا نهارا، قاضيا على صيامه بالإزهاق والإهدار. وقد جاء في صحيح السنة أن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وصدق نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فإن صيام الشهر ليس هدفه التجويع والتعطيش بلا حقيقة أو غاية، وليس هدفه كبت حرية النفس إلى الرفث وجمحها عنه بلا مسوغ، بل إن شهر رمضان جاء ليصل القلوب والنفوس والأرواح بالله سبحانه، فيشرق عليها من لدنه النور حتى تذوق حلاوة الإيمان. ومن ذاق حلاوة الإيمان لم يعرف البغضاء ولا الشر ولا العدوان. ولكن هيهات فإن السواد الأعظم سادر في غيه ولهوه، طابع في غفلته ووسنه، لا يلوي على شيء سوى على فتنة العصر وما فيها من فساد وإفساد، ألا وهي الإعلام بشتى أنواعه، وشرها شاشات الجوالات أو المحمولات، أو تلك الشاشات الطوال العراض التي غزت الدنيا بأسرها ولم تبق جدارا من جدران المسلمين إلا وهي من جنسه وأصله. ووالله الذي لا يحلف بغيره إن ما يعرض في الفضائيات وغيرها لهو من أشد الجهل وأعظم الزور، ففيه هدم للعقيدة وتشويه للشريعة وتمييع للنصوص وضرب لبعضها ببعض في ضربة قاضية في أعز الزمن قد تزكو فيه نفوس المسلمين ويتحرر من رقة الهوى والشيطان، فيعود إليهم إيمانهم بربهم ويرجعوا إليه، فتقوى بذلك شوكتهم ويعود إليهم عزهم ومجدهم الذي أضاعوه وفقدوه بين مدنيات الأمم المتربصة الجلادة التي ما فتئت تصد المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل وأنواع الطرق، حتى أضعفوا جسد أمة الإسلام وأثلموا فيها ثلما غائرا ما برحت دماؤه ترقى وجراحاته تلتئم، ألا وهم مصانعيهم من بني الإسلام
يروجون لهم ويمهدون لهم حتى جعلوا لنا رمضان مجرد طقوس وعادات وصنع لأنواع الحلويات وعرض لابتهالات على أنغام الأوتار، في بعضها شرك وفي سائرها بدعة وعصيان. وأما مسابقاتهم فهي الميسر عينه وفيها استقسام بالأزلام، وهم بذلك لا يريدون أن يبقى الناس والعباد في محارمهم يذكرون الله ويتلون القرآن وينفسون الكربات ويغيثون اللهفان. يريد المتحررون المفسدون في شهر رمضان أن يبقى الدين في المسجد لا يتعدى عتبته ولا يخرج من بابه، كما كان دين النصارى في كنائسهم لا ينبو عنها ولا خطوة واحدة. وكم يزعجهم ويؤلمهم ألما بالغا أن يكون الدين حاضرا في الأسواق متغلغلا في لب البيوت حاكما على جميع شؤون الحياة. فيا للصائم المسكين حق أن يرثى لحاله حينما دحضوه من منازل الصيام العالية وجردوه من معانيه السامية إلى حضيض الشهوات ومستنقع الشبهات ويسمونها بالرمضانيات كذبا وزورا. فما هي من رمضان ولا هي من أعمال رمضان، وما رمضان منها في شيء، وإنما هي منغصات وملوثات ومفسدات لصيام الصائمين وقيام العابدين لله رب العالمين. وقد نقل إلينا بعض من نثق بهم من إخواننا أن ناسا من أطراف هذه النواحي المجاورة أنهم من شدة هفوهم وصبوهم إلى الشاشات أن أفطروا في المقاهي قاطعين لرحمهم مفضلين للخنا على البر وللشرور على الفجور. فكم أيها الصائمون، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى من أهل الصفا، اشتعل بهم النور وانطفى. معاشر الصائمين، إن الصوم الحق هو الذي يسوق المؤمن إلى التقوى سوقا ويحدوه إلى العمل الصالح حذوا، في سعي ومسارعة إلى الحسنات، تداركا للزمن الفاضل ومبادرة قبل الفوات. وليس هو مجرد الإمساك عن الشراب والطعام. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم، هذه هي حقيقة التقى بالصيام، وهي حقيقة الصيام بالتقى. التقوى منقبة جامعة لصنوف البر والخير، فالتقوى خير ولباسها خير لباس، وزادها أنفع زاد ويكفيها شرفا أن الله جل وعلا أمر عباده بها، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا الله. بالتقى يفرق العبد بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الضار والنافع، وتغفر له بها خطيئاته. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. وكم رغمت أنوف هذه الأيام ألهتها شهواتها والأهواء. فيا أيها اللاهثون وراء متابعة الأخبار، الباحثون عن كل تفاصيل الأنباء وأكاذيبها وإشاعاتها، وإلى اللاهين بالمسلسلات والقنوات
والسادرين في غفلة الموبقات. لقد أعشت الشاشات أبصاركم، وإنها لفرصتكم للتمهل ولو القليل في هذا الشهر، فإن هذا الشهر جاء لتهدأ فيه الأنفاس وتطمئن القلوب وتؤوب الروح إلى باريها، وتبحث عن السعادة في جنبات المساجد ومكنون آي القرآن. فإذا أناخت الجوارح رحالها فتخففت من القبائح والرذائل، استجمع القلب قواه وجمع سلاحه لطرد الإصرار على العصيان، فإن جنود البدن حينها تصيح صيحة تكبير تهتز لها أركان الجسد، معلنة بذلك تحقيق التقى بالصيام وتحقيق الصيام بالتقى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك وأنت أكرم من سئل، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.